واحده النهارده في الميدان التحرير 30/9 والسلفيين اهوت موجودين ومعانا سلفيه كوستا ووليد، وبعد ما قدم لنا صينيه البطاطس بالودان بنلتقي بيه وعايزين النهارده نازلين ليه يا وليد النهارده في 30/9 والدعوه السلفيه مش نازله والاخوان مش نازلين، يعني ايه اللي بيحصل؟ ليه يا عم احنا ايه المشكله؟ ما احنا كنا موجودين قبل كده برضو يوم 29 و8 يوليو في الاعتصام. حلو جدا، وناس كتير جدا النهارده موجودين من التيارات الاسلاميه المختلفه، فالموضوع ان احنا كله بيسمع بعضه تمام. طبعا. اللي عايزين نعرف النهارده من الاجواء في الميدان كانت عامله ازاي؟ والله كان احنا اول لما جينا كان العدد بس بعد صلاه الجمعه كان قليل شويه، تمام. وجت الناس بمسيرات من الجيزه وجت من كل حته ودخلوا الميدان. العدد زاد بشكل ملحوظ، وفي ناس دلوقتي بتفكر بقى هتكمل اعتصام ولا مش هتكمل اعتصام، مش عارف الراي العام هيروح فين. انتوا معتصمين ولا ماشيين؟ احنا مع الناس، مع القطره بقى. مع الناس. القطره فين؟ احنا حلو جدا. روح معانا كمان الاستاذ محمد طلبه، طبعا نجم سلفيه كوستا. ازيك محمد، عامل ايه؟ اهلا. ايه الاخبار؟ منور الميدان والله. مع الناس انت رايك ان احنا نفضل مع الناس ولا نفضل الدنيا تمشي ازاي المرحله الجايه؟ يعني النهارده المليونيه ما كانتش مليونيه، مش هنضحك على بعض. الجاي ايه؟ انت شايف الجاي ازاي؟ على فكره هي مش بالعدد. بالظبط صح. الجديد بقى ان هي مش بالعدد. والخوف ان انت بتلاقي شويه كده هم اللي بيعملوا كل حاجه هناك. فهو دي الفكره كلها، احنا لازم نكون مع الناس، لازم ما ننفصلش عنهم. تمام. احنا ما بنبصش مين مشارك، احنا بنبص ايه هي الطلبات. تمام بس الطلبات. طب دلوقتي قانون الانتخابات بسيسه دوت هتمشي بيه الانتخابات؟ هتنفع بجد يعني؟ هل في وصف تاني لقانون الانتخابات غير ان هو بسيسه؟ هريسه. طب هل المجلس العسكري هل بودن واحده ولا بودنين بالنسبه لقانون الانتخابات؟ هو بسبع ودان. ومعانا كمان سمير كمان يدينا رايه في المجلس العسكري. هو من غير ودان اساسا. من غير ودان. ايه رايك في قانون الانتخابات الجديد؟ جميل جدا. طب ايه رايك في قانون الطوارئ؟ جميل جدا. في قوانين ثانيه لسه ما اتطبقتش علينا في مصر يا جماعه. احنا بنصور فلازم يبقى كله جميل. كله جميل جدا. كلنا في حد طبعا ابو بدله السكره طبعا عايزين نتكلم عن ايه بس قالوا ان مفيش اصلا ودان للمجلس العسكري. معلش يا جماعه انتوا فهمتوا غلط، ده كان اعلان كونكريت الجديد. بالظبط، ده كان اعلان كونكريت الجديد فعلا. في طقم من البدل هينزل في سنه 2003 هتمتد لغايه سنه 2011 تمام. كمان عايزين نتكلم قانون الانتخابات، هل هتنفع تمشي بيه الانتخابات؟ هو اصلا ما فيش قانون انتخابات، هو ده قانون انتخابات ده لناس ثانيه مش لينا احنا. طيب احنا عايزين نسال كمان. طيب لو ما فيش اي استجابه من المجلس العسكري في تغيير قانون الانتخابات هيبقى رد الفعل؟ اعتقد ان احنا مستمرين في الثوره بتاعتنا، لازم يبقى الثوره، لان قانون الانتخابات ده هو اللي هيرجع مصر تاني الاوضاع قبل 25 يناير بالظبط. يعني القانون ده معمول عشان الاوضاع ترجع الى ما كانت عليه. طيب استاذ طلبه، الناس عارفه ان قانون الانتخابات الجديد بيقول ان القاهره اللي ساكن فيها 21 مليون هتتقسم 3 دوائر بس ب3 قوائم بس؟ ما هو ده زي طابور العيش كده. هل ده واصل للناس؟ لا. اقول لك على حاجه. انت قدرتك بجد والله مبسطه اللي انت مش عاجبك في قانون الانتخابات الجديد. انا اقول لك على حاجه من الاخر، هو المساله كلها ان احنا عايزين نعرف يعني خطه عمل طويله الاجل. قانون الانتخابات ده هل هو بيمثل، هل ده الشعب طلبه؟ الاجابه لا، هو الشعب ما طلبش كده. كل حاجه جايه دي هو بنظام المفاجاه. يعني هل هي بنظام انك بتفتح الصندوق بيطلع لك العفريت؟ يعني هل احنا بنقول حاجه الثانيه؟ والعفريت هل العفريت لابس ايه؟ لابس مدني ولا لابس عسكري؟ لا العفريت لابس كونكريت. العفريت لابس كونكريت. وكمان وليد، قانون الطوارئ هل تتوقع ان هو يتلغي النهارده فعلا زي ما الشعب بيطلب ولا هيتمد؟ هو انت عارف هو ما بيفرقش معانا قانون الطوارئ ده، احنا عايشين بيه 30 سنه، ايه اللي هيفرق يتلغي ولا ما يتلغيش يعني؟ بس احنا المفروض يعني بيقولوا ان في حاجه حصلت يوم 25 فما اعرفش هي كاميرا خفيه يعني. 5 ثوره 25 يناير الكاميرا خفيه. عيد الشرطه كان 25 يناير. عيد الشرطه تمام، والشرطه كمان كان عيدها جامد جدا 25 يناير. اسمه عيد البلطجيه. عيد البلطجيه في يوم 25 يناير. طيب البلطجيه اللي هم قتلوا 1000 شهيد، البلطجيه اللي هم خططوا لوقعه الجمل. تمام. البلطجيه هم اللي طلعوا المساجين كلها في وقت واحد. الله. هم دول البلطجيه. تمام. احنا دلوقتي معانا ناس ملتحين، وفي بيقول لك في قانون طوارئ. لو واحد قانون قال لك انا قانون طوارئ وتعالى معايا على اي حته في اي حته هتروح؟ طبعا هروح، يعني ايه الجديد؟ ما انا بروح. دي ناس بتروح وهتفضل تروح. فاحنا عايزين يا جماعه نلغي قانون الطوارئ عشان نبطل نروح. فهنقول احنا وسلفيه كوستا لا لقانون الطوارئ مش هنروح. احنا مش هنروح تاني. انا رحت هجيب حد معايا من الاخر. انا رحت اجيب حد. ايه الجديد في كوستا القريب؟ هو احنا دلوقتي احنا مركزين. الف مبروك قوي على عينا محل. انا اسف نساء، ما شاء الله الفيلم جميل جدا ونبارك لكم عليه ورائع. بقول لك ايه، خدوا ايه؟ خد دي انفراد. انفراد لودن واحده من محمد طلبه عن سلفيه كوستا. سمعت عن ضحى ديبيتس؟ لا عندك دلوقتي سلفيه كوستا ديبيتس. اهم حاجه يكون كل حاجه فيها بطاطس بالودان مع نجم النجوم علي كسار مصر الجديد وليد مصطفى. شكرا يا كوستا.